السلام عليكم. بص يا صديقي، لما يكون عندك جهاز فيه مشكله والمشكله دي تبقى فيه سدد في المواسير او الجهاز مش شغال بيدي تبريد كويس، فممكن يكون البلف العاكس اللي فيه المشكله دي. طب اعمل ايه؟ انا باجي الغي البلف العاكس ده من الجهاز خالص. هو ممكن الغيه من الجهاز او ممكن انا ابدله بواحد جديد، بس انا بلغي البلف العاكس ده عشان خاطر ممكن يبقى هو السبب في السدد. ممكن يبقى هو معبي زيت، فالفريون لما بيعدي من خلاله بيحصل سدد في قلب المواسير. فانا زي ما بنشوف دلوقتي بنشيل البلف العاكس ده من مكانه، وهو البلف العاكس ده لما بيتشال من مكانه الجهاز بيتحول لبارد فقط. يعني في وجود البلف العاكس الجهاز بيبقى بارد ساخن. مجرد ان انا شلت البلف العاكس من مكانه ووصلت المواسير بتاعته بكوبري، كل ماسوره رايحه بكوبري، فده بيخلي الفريون رايح جاي بدون ما يبقى بارد ساخن، بيبقى بارد فقط. فده معناه ايه؟ معناه ان انا دلوقتي لما اجي اشغل الجهاز بتاعي، لو انا بشغله على وضع السخن فهو هيشتغل برضه بارد، مش هيشتغل على وضع السخن خالص. فعشان الغي البلف العاكس محتاج ان انا اطير شحنه الفريون، وبعد ما اطير شحنه الفريون ابدا ان انا افك الجهاز خالص عشان لمبه اللحام لما تيجي تشتغل ما تحرقش الصاج، بل ان انا لما اجي شغال ابقى شغال براحتي كده والجهاز كله فاضي من غير صاج. ابدا بقى ان انا اسلط اللحام بتاعي، اللمبه بتاعتي على اللحام عشان افور البلف العاكس. معروف ان البلف العاكس له دخول وخروج، طرف دخول الهاي وطرفين للراجع، وفي نفس الوقت الطرف التالت عشان يبدل يعمل عمليه التحويل، يا اما ساخن يا اما بارد. فوظيفه البلف العاكس لو انا مشغل الجهاز بارد، فالدوره الطبيعيه ان الجهاز من جوه شغال هواء ساقع ومن بره شغال هواء سخن. لو انا عملت عمليه التدفئه بالريموت فالجهاز وهو فيه البلف العاكس ده بيعمل عمليه تحويل، بيخلي الفريون يحصل فيه عمليه تحويل، يبقى الوحده اللي جوه فيها هواء سخن والوحده اللي بره يبقى فيها هواء ساقع. ليه؟ عشان حصل عمليه تحويل في الفريون. لكن لما بيحصل موضوع السدد، اول حاجه الفني بيعملها بيشيل البلف العاكس خالص من مكانه، لانه بيبقى بنسبه كبيره هو السبب في موضوع السدد. بنشوف ان احنا لما بنشيل البلف العاكس بيبقى فيه قدامنا 4 مواسير، كل ماسوره منهم بتبقى كوبري للماسوره الثانيه، عشان الفريون يبقى داخل بدايه ما يخرج من الكباس يقوم داخل على الكويل على طول، فيتبقى ماسورتين يتعمل عليهم كوبري اللي هم اصلا بيروحوا للفنه اللي جوه. بس كده، فالموضوع بيبقى ايه؟ لغيت البلف العاكس وعملت كوبري، فالموضوع خلص والجهاز بيرجع يشتغل زي الاول وافضل من الاول بكتير. ولو عندك اي كومنت ولا عندك اي حاجه تابعني وبرد على كل الكومنتات، وان شاء الله يبقى فيه متابعه واشتراك كده في القناه، وربنا معاكم جميعا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه ونيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.